هنعمل مع بعض النهارده كيكة البرتقال تحفة جدا، ما ينفعش يعدي علينا موسم الشتاء من غير ما نعمل كيكة البرتقال. بجد فظيعة. هعرفكم النهارده ازاي الكيكة ما تهبطش معاكي. اسرار الكيك الناجح. بجد تحفة هشة وطرية وجميلة جدا وسهلة، وكمان بدون مضرب بيت، وكله في الخلاط، سهلة جدا وسريعة. بجد يعني نص ساعة تكوني مخلصاها على طول. ما تنسوش بس تحطوا لايك لو عجبك الفيديو، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هيكون معايا في الخلاط كده 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. أهم حاجة كل المكونات تكون معايا بدرجة حرارة الغرفة. استخدمت كمان 3 باكيتات كده من الفانيليا، أو فانيليا سايلة مفيش مشكلة خالص، ومعلقة كده كبيرة من الخل. بيخلي الكيك فاتح من جوه وهشة معايا جدا، مهمة جدا معلقة الخل. استخدمت كمان كوباية وربع من السكر ناعم الحبيبات. أنا استخدمت الكوبايات المعيارية يا بنات قد 250 مللي من الكوبايات. ضربتهم كويس جدا لحد ما الخليط يبدأ يبيض معاكي كده. وبعد كده هننزل مع بعض بكوبايه الا ربع من الماده الدهنيه. انا استخدمت زبده على زيت، ممكن تستخدمي زيت بس مفيش مشكله. نضرب تاني مع بعض كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده نزلت ببشر برتقانتين معايا، بس تاخدي من غير الجزء الابيض، القشره الصفراء فقط. وبعد كده كوبايه من عصير البرتقال حجمها 250 جرام. نضربهم مع بعض لغايه ما الخليط يبيض معايا بالمنظر ده. شايفين عمل رغاوي كده من فوق ازاي؟ بس كده. نيجي بقى نسيبه على جنب ونخلط المواد الجافه. استخدمت كوبايتين ونص من الدقيق. طب يفضل يكون دقيق منخول. هنخله كده بالمنظر ده. برضو الكوبايه معايا معياريه، لو ما عندكيش كوبايات معياريه يبقى تستخدمي كوب واحد في كل المعايير. كمان معايا معلقتين كبار من النشا. وكمان معايا باكت كده من الكيك شيف، البيكنج باودر. ربع معلقه صغيره من الملح. وننخل كل المكونات الجافه مع بعض. نخلنا كده الدقيق مع بعض ومكوناته البيكنج باودر. نخلطهم بقى بالمعلقه، نقلبهم كده كويس جدا. في الخطوه دي انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، يعني انا اشتغلت في الحاجه في الكيكه وانا مشغله الفرن على درجه حراره 180. نبدا بقى ننزل بالخليط السائل معانا كده بالمنظر ده. معاكي مضرب السلك في ايديكي. وتبداي تضربي في اتجاه واحد، في اتجاه واحد فقط. عشان ما نخرجش الهواء منها وما تهبطش معاكي الكيكه. كده بالمنظر ده هجيب الاسباتشولا بتاعتي بقى عشان اتاكد ان مفيش اي بواقي دقيق لازقه تحت في القاع، في قاع البوله عندي. نقلبه كده بالمنظر ده. وخلي بالك من السمك كويس جدا. لو السمك خفيف عن كده زودي دقيق. لو يعني تقيل عن كده زودي عصير برتقال. بس كده كده حلو جدا. هكون بقى جايبه معايا صينيه مقاس 24، وينفع معاكي لحد 26. مقاس 24 طلعت معايا عاليه بالمنظر ده، مبطناها بالزبده والدقيق. هبدا انزل خليط الكيك معايا بالمنظر ده كله. وما نسيبش حاجه في البوله يا بنات بالسباتولا، ناخد كل اللي في البوله، ما بنسيبش حاجه خالص. نبدا نخبطها كده 5 6 خبطات عشان نطلع كل الهواء اللي فيها. هبدا بقى هدخلها الفرن، مش هنولع عليها الفرن قبل نص ساعه. اوعي تفتحي باب الفرن على الكيكه عشان ما تهبطش معاكي. انا بصراحه خدت مني في الفرن ساعه، ساعه بالظبط يا بنات، كل واحد وعلى حسب فرنه. يعني ابدأي كده. بخله خشبيه من نص او السكينه. تدخليها، لو خرجت نظيفه يبقى كده الكيك استوى معاكي تماما. شايفين مرتفع معايا ازاي؟ طبعا ما ابتديتش اقلبها الا ما بردت معايا تماما. اوعي تقلبي الكيكه وهي سخنه، لانها طبعا هتتفرفت منك وهتتهري على طول. لازم تسيبيها تهدى خالص وتطلع معاكي بالمنظر الجميل ده. قطعيها بقى مثلثات، قطعيها مربعات، قطعيها بالمنظر اللي انت عايزاها. بصوا تحفة. بجد ريحتها كانت قلبة الدنيا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. المقادير مظبوطة جدا يا بنات، بجد اتبعوا التعليمات هتطلعوا انجح كيك معاكم. لايك بقى للفيديو، شير لو عجبكم، متابعة للصفحة. او اشتراكك في القناة. يشرفني وينورني. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.